السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة بقى يا حبايبي جبنا بقى كابوريا اهيت. كابوريا يا حبايب قلبي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. كابوريا حلوة اهيت. هي مش كبيرة قوي، بس يعني كل واحد يمشي على قده يا حبايب قلبي، على قد ما قدرتك تجيب. حلوة قوي، بسم الله ما شاء الله. قلنا بقى نجيب الكابوريا دي النهاردة ونعملها معاكم يا حبايب قلبي. وصلوا على النبي كده وربنا يسعدكم يا رب. هنغسلها بقى. الكابوريا دي يا حبايب قلبي تعرفوها بقى ان انا بفرق ازاي من كده. يا حبايب قلبي كلها زي هنمسك الجزء ده بقى نفتحه كده يا حبايبي. نمسك بقى الحتة دي كده وننضفها كده. شايفين الحاجات اللي بتطلع دي؟ بنغسلها كده وننضفها عشان ايه؟ الرمل، لان بيبقى فيها رمل يا حبايبي. دخل المية كده جواها عشان ايه؟ الرمل اللي فيها. شايفين دي يا حبايب قلبي عاملة ازاي؟ يبقى الجزء ده كله بتاع اسمر كده، شايفين؟ دي بقى يبقى كله رمل. هغسلها بقى كلها وارجع لكم تاني. حبايبي الكابوريا غسلناها اهيت، هنولع عليها. هنا يا حبايب قلبي بقى جبنا فلفل، حباية واحدة طماطم، وفلفل حامي وفلفل بارد، مش عايز تحط الحامي عادي. 3 بصلات، ليمونتين ونص راس توم اهم يا حبايب قلبي. هنقطعهم ونرجع لكم تاني. كده يا حبايبي حطينا بقى الكابوريا. نحط بقى ايه؟
البصل، وهنحط بقى ليمونتين، القشر بتاعه، القشر بقى بيشيل الزفارة بيخليها ايه حلوة اوي يا حبايبي. اهم حاجة الليمون يخليها كده حلوة، ميخليش فيها ايه ريحة زفارة. بس نشتري البذر بقى علشان ايه ما يمررش. وكده يا حبايب قلبي هنحط كزبرة، كمون، بهارات السمك والملح. شايفين يا حبايب قلبي لما بنقلبها لونها بيغير ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، لونها اتغير خالص. لازم نقلبها كده علشان كلها تبقى ايه زي بعض. هنسيبها بقى تتلوح شوية مع البصل والفلفل الخضار اللي احنا حاطينه، وبعدين نحط لها بقى ايه المية، نحط لها مية دافية سخنة يعني. تلاقي لونها اتغير كده اهوت، تعرفوا ان هي بقت يعني اتلوحت، نلاقي لونها بقى برتقاني كده. شايفين يا حبايب قلبي لونها بيبقى عامل ازاي؟ نحط لها الميه السخنه بقى، وحطينا الملح والبهارات وحاجتها كلها والثوم والليمون. هنعمل بقى الرز بتاعنا، نعمل رز صياديه كده ببصله جميل مع الرز. بقى الميه السخنه هنغطي عليها بقى ونسيبها ونعمل الرز بقى. كده بقى عملت بصله، يعني من البصله مش كبيره قوي، على قد حجم الرز اللي انت هتعمله. بحب احط الملح مع البصل علشان ايه تحمر بسرعه وتبقى كلها لون واحد. احمر البصله وارجع. شايفين يا حبايب قلبي لازم احمر البصله كده عشان تخلي الرز لونه احمر، لونه بني يعني. واحط شويه كمون اهو، انا حطيت الملح. عندك بقى صلصه عايز تحط معلقه حط بقى، مش عايزه كده يبقى حلو برضه. هسيبها تنغمق كمان شويه عن كده واحط لها بقى الميه. الميه بقى بتنزل اللون بتاعها، يعني محطش الرز دلوقتي، احط الميه لغايه ما لون البصل كله يطلع، اقوم حاطه بقى فوق.
بتاعت الرز على قد ما الرز بتاعك هيشرب. نغطي عليها بقى ونسيبها لغايه ما اللون بتاعها ده كله يطلع، نقوم حاطين بقى الرز. الكابوريا برضو جايه يا حبايب قلبي بتغلي اهيت، وتبقى بقى ان شاء الله زي العسل كده معاكم يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم يا رب، وما تنسوش تحطوا لنا اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي الرز الميه بتاعته كلها، اللون بتاع البصل كله طلع اهو. شايفين يا حبايبي؟ شايفين؟ تبقى اللون ده. هنحط بقى الرز بتاعنا. كده يا حبايب قلب الرز بتاعنا ما بيشربش ميه كتير، يعني ايه، هحط له بس حاجه بسيطه علشان الرز بتاعنا ما بيشربش ميه كتير. كده مظبوط السعر بتاعه. نقطع عليه بقى ونسيبه. كده يا حبايبي الرز بتاعنا استوى اهوت، والكابوريا بتاعتنا جميله استوى. كده يا حبايبي ايه رايكم بقى في الكابوريا الجميله بتاعتنا دي؟ ربنا يسعدكم يا حبايبي، وما تنسوش تحطوا لنا اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.